السلام عليكم جميعا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. اهلا بيكم في الحلقه الختاميه لبرنامج دافينشي ريزولف. مبدئيا لو انت معانا في السلسله من اولها احب اقول لك يعني عايش ان انت كملت لحد هنا. مش كتير خالص الايام دي اللي يقدروا يلتزموا بانهم يتعلموا برنامج معين او يتعلموا حاجه جديده في الزمن اللي بقى فيه جرعه عاليه جدا من تيك توك والشورتس والريلز. اتمنى ان الفيديو ده ما يتمسحش، ربنا يستر. واحب ابشرك ان الفيديو ده يمكن اخف فيديو دافينشي في السلسله، وهو اللي هناخد فيه خلفيه عن الكالر جريدنج، او فعليا ما تعتبرش خلفيه ولا تعتبر ربع خلفيه حتى. انا هقول لك بس الحاجه الصغيره اللي انا استخدمت فيها الكالر جريدنج، ولو حبيت تتعمق في الموضوع بعد كده فاعتقد ما عادش الموضوع صعب خالص. احنا خلصنا قائمه الايديت ودوسنا حبتين في الفيوجن وخلصنا الفير لايت، وده برده مش تقليل من الكالر جريدنج، ولكن انت خلاص اتعاملت مع البرنامج وفهمت هو نظامه عامل ازاي، فسهل جدا انك بعد كده تتعلم اي حاجه جديده يعني. وبعد الكالر جريدنج هندخل على طول على قائمه الديليفر اللي هنعمل منها اكسبورت للفيديو ونطلع الفيديو النهائي اللي فضلنا شغالين عليه طول الفتره اللي فاتت، او اللي انت فضلت شغال عليه يعني، ربنا يعينك. فبلاش كلام اكتر من كده ويلا بينا نبدا. هنبدا نحط فيديو فالورنت بتاعنا، اي لقطه من فيديو فالورنت. هفترض مثلا اني عايز اعمل كلر جريدنج الجزئيه اللي هنا دي كده من اول هنا مثلا، فعندي حل من اتنين: يا اما اجيب ادجستمنت لاير بالشكل ده كده واحطها هنا واطبق كل تعديلات الالوان عليها، وفي الاخر هي هتطبق على الفيديو اللي تحتها. ده حاجه ممكنه وحاجه تقريبا ناس كتير جدا بتعملها وده الطبيعي يعني. او اني بكل بساطه اقص الفيديو بالشكل ده عند المناطق اللي انا عايز احط عليها الكالر جريدنج، ومش هحتاج الادجستمنت لاير في حاجه، وهعمل التعديلات بتاعتي على الفيديو بشكل مباشر. ولكن قبل ما ندخل في الكالر جريدنج، لو افترضنا انك هتعمل كالر جريدنج الفيديو كامل، يعني انت مثلا بتعمل مونتاج على فيديو متصور بالكاميرا والوانه مثلا محتاجه لها تظبيط، فيه شويه احمر عايز يزيد، لون البشره مش مظبوط فمحتاج ان انت تظبطه، الحاجات اللي انت ممكن تتعامل معاها بعد كده يعني. فلو عملت كلر جريدنج على الفيديو ذات نفسه وبعد كده بدات تعمل مونتاج، ممكن تلاقي الفيديو بقى تقيل معاك وما بقاش احسن حاجه، فساعتها بتلجا للادجستمنت لاير، بتبدا تحدد لها تراك معين وبتمدها لحد اخر الفيديو وبتعمل عليها الكلر كوركشن بتاعك، وبعد ما بتخلص مجرد بس ان انت بتخفيها وبتقفل التراك ده خالص بحيث ان انت ما تقصهاش وانت بتعمل اي تعديل على اي حته في الفيديو بالغلط. وبعد ما تخلص مونتاج على الفيديو بتاعك، مجرد بس ان انت بتفعلها بالشكل ده وترجع تغير حجمها على حسب حجم الفيديو بتاعك، وبتلاقي الكلر كوركشن اتطبق معاك عادي جدا. وده اللي هنعمله في الفيديو ده. فخلينا محددين الادجستمنت لاير وهنخش على جزئيه الكلر كوركشن، وممكن نرجع ورا شويه. طبعا انت هتلاحظ ان التراك بتاع الفيديو ظاهر عندك هنا، ممكن تحدد اي فيديو من الثلاثه اللي كانوا موجودين، او تحدد الادجستمنت لاير وتغير فيها هي ذات نفسها. ولو فعلت جزئيه الكليبس اللي هنا تعتبر نسخه طبق الاصل من اللي شفناها في الفيوجن، فممكن نقفلها. طبعا عندك الميديا بول زي ما احنا عارفين. وبالنسبه لجزئيه ال يو تي دي تعتبر حاجه زي بريسيتس جاهزه ممكن تستخدمها، او تعديلات الوان جاهزه للكاميرا معينه انت بتستخدمها او حاجه زي كده يعني. ولكن بالنسبه لنا احنا هنكتفي بجزئيه الميديا بول. وطبعا هتلاحظ تحت عندك هنا شويه الويلز اللي تقدر تتحكم منها باللون، يعني عندك مثلا حاجه اسمها الجين، ممكن لو حركت البكره دي ناحيه اليمين شويه تلاقيها بتتحكم بالسطوع بتاع الفيديو، حاجه شبه الاكسبوجر كده. وهتلاقي عندك حاجه زي الكونتراست ممكن تتحكم بيها برضو. ممكن حتى تتحكم بالتمبريتشر بتاعه الفيديو، تخليه مثلا مايل للون الاحمر شويه او مايل للون الازرق. ولو بصينا تحت هنلاقي انك ممكن تتحكم بالشادوز اللي هي المناطق الغامقه في الفيديو، وكذلك الهايلايتس. والحاجه بقى اللي انا كنت بستخدم فيها الكلر كوركشن فعليا، لما تيجي لقطه حزينه ولا حاجه كنت بقلل الساتوريشن او التشبع للاخر فيبقى الفيديو ابيض واسود بالشكل ده، يعني حاجه مخزيه. طبعا هنرجع كل حاجه للديفولت، اتعودنا ان احنا بنضغط عليها دبل كليك بالشكل ده كده. وده كان بالنسبه للادوات اللي في الجنب هنا دي. خلينا بقى نعمل سكيب للجزئيه اللي في النص دي، عشان لو انا اتكلمت فيها هنبدا نرغي كتير وهنتكلم في حاجات عشوائيه انت ممكن اصلا ما تفهمش احنا نستفيد منها ايه، بحكم ان انا شخصيا ما بتعاملش مع الكالر جريدنج اصلا. فخلينا ننتقل على جزئيه النودز على طول، وهي ان شاء الله اخر حاجه هنشرحها. ممكن تستفيد بيها عن طريق ان انت تقسم الكالر كوركشن بتاعك لمراحل. يعني مثلا ممكن اضغط كليك يمين هنا واختار اد نود، وبعد كده هختار كوركتور، هيبدا يضيف لي نود جديده هبدا اضيفها في النص كده. ممكن مثلا اغير اسم النود دي اسميها ساتوريشن مثلا، بحيث ان انا فاهم نفسي ان الجزئيه دي اللي هغير فيها الساتوريشن، فممكن اغير الساتوريشن من هنا او خليه مثلا ابيض في اسود حاجه زي كده. ممكن اعمل كمان نود قدام بالشكل ده كده وهسميها مثلا كونتراست بالشكل ده كده، وهبدا اغير فيها الكونتراست. وبعد كده لما بختار اي واحده فيهم وبضغط على كنترول دي بلاقي انها بتطفي او بيتعمل لها دي اكتيفيشن او بتتعطل ايا كان المسمى يعني، بحيث ان انت تشوف كل واحده على حده التاثير بتاعها بيبقى عامل ازاي. طبعا انت بتفعلها تاني من كنترول دي برضه. تمام. في طبعا كلام كتير جدا ممكن يتقال في النودز، ابسط حاجه فيه هو موضوع الماسكنج اللي انا ما جبتش سيرته خالص، والكلام ده ان شاء الله ممكن تعرفه لو حبيت تتعمق في جزئيه الكالر كوركشن بعد كده. وخلينا بقى نبدا ننتقل لجزئيه الديليفر عشان نعمل اكسبورت للفيديو بتاعنا. انا عندي هذا الفيديو اللذيذ اللي احنا عملناه وحطينا عليه شويه كالر كوركشن لذيذ اللي هو كان عباره عن ساتوريشن وشويه كونتراست، وهنخش على قائمه الديليفر عشان نعمل له اكسبورت. مبدئيا هنختار من هنا كاستم اكسبورت، وهنكتب من هنا اسم الفيديو بتاعنا، هسميه مثلا فالورانت كليب.
ومن هنا بختار المكان اللي عايز احط الفيديو فيه، فهسيفه مثلا على الديسكتوب، وهتاكد اني محدد سنجل كليب بحيث انه يرندر لي ده كله كفيديو واحد، ما يحطليش كل كليب من دول في فيديو منفصل يعني. وفورمات هنتاكد انها كويك تايم، والكودك اتش 264. والنتورك اوبتمايزيشن دي لو انت عايز ترفع الفيديو بتاعك مثلا على موقع او حاجه زي كده وعندك استعداد انك تضحي بالجوده في مقابل ان الفيديو يبقى حجمه اقل، فممكن تفعلها، ولكن في الطبيعي احنا بنسيبها مقفوله. ممكن هنا تغير الريزولوشن، يعني ممكن مثلا تخليه كاستم من هنا وتعدل الريزولوشن لاي حاجه انت عايزها، ولو سبته زي ما هو هيرجع للبريسيت الطبيعيه اللي هو عارفها. هو اوتوماتيك مش جايب لي غير الفريم ريت بتاع فيديو فالورنت. بعد كده التشابترز فروم ماركرز، ده لو احنا حاطين ماركرز هنا مثلا بالشكل ده كده هتلاقيها ظاهره معاك في الفيديو النهائي. وبعد كده عندك الكواليتي، احنا عاده بنسيبها على بيست بحيث انه يطلع لك اعلى جوده ممكنه من الفيديو، لكن لو انت حد ادفانسد شويه وفاهم ايه هو البيت ريت فممكن تحدد له بيت ريت معين ما يزيدش عنه، ولكن في الطبيعي انا بسيبه على بيست وهو بيتعامل بعد كده. بعد كده في تفصيله زياده في الادفانسد سيتنجز، هي ملهاش لازمه بصراحه، بس انا قلت اعرفها لكم لمجرد العلم بالشيء بس يعني. احنا قلنا قبل كده ان الاوبتمايزد ميديا والبروكسي اللي احنا بنعملهم بيبقوا نسخ من الفيديو وجودتهم قليله، وظيفتهم بس انهم يخلوا البرنامج بيتعامل مع الفيديوهات بسهوله اكتر، بحيث ان احنا نعمل مونتاج للفيديوهات من غير ما البرنامج يعلق او حاجه زي كده. وقلنا ان دافينشي في الاخر لما بنيجي نعمل اكسبورت للفيديو بيركنهم على جنب وبيرندر الفيديو بالجوده الاساسيه بتاعته اللي هي الجوده الكامله يعني. ولكن لو في وقت من الاوقات عوزت الفيديو يترندر بالجوده بتاعه الاوبتمايزد ميديا والبروكسي ميديا اللي هم بيبقوا قليلين اصلا، فممكن تفعل الاختيارين دول، ولكن ما عنديش فكره بصراحه مين اللي ممكن يفعل حاجه زي دي يعني. المهم هتتاكد انهم مطفيين وتبدا تطفي الادفانسد سيتنجز وكده، مش عايزين حاجه ثانيه. وهنضغط على اد تو ريندر كيو، هنلاقي الفيديو بتاعنا اتضاف هنا. وبالمناسبه لو انت عندك كذا تايم لاين انت عاملهم قبل كده حاجه زي ده مثلا، ممكن بعد ما تفتحه تخش على قائمه الديليفر وتظبط الاعدادات بتاعته وتختار اد تو ريندر كيو، هتلاقيه اتضاف معاك هنا بالشكل ده. والموضوع ده مش بس مفيد لو انت عامل كذا تايم لاين في فيديو واحد، ده كمان لو احنا رجعنا للتايم لاين الاساسي بتاعنا ودخلنا على الديليفر ممكن نعدل في اعداداته ونطلع منه نسخه باعدادات مختلفه. يعني انا مثلا هفعل النتورك اوبتمايزيشن وهخلي الفيديو يترندر بريزولوشن عمودي، طبعا هو بيقول لي الريزولوشن مش مناسب فهقول له اد عادي جدا مفيش مشكله. ولو حبيت ترجع تعدل في اعدادات اي واحد فيهم في اي وقت بتضغط على علامه القلم اللي هنا دي وبتقدر تعدل في اعداداته زي ما انت عايز، وفي الاخر بتضغط على ابديت جوب. طبعا احنا هنلاحظ ان الاثنين مكتوبين بنفس الاسم بالظبط، فلازم واحد فيهم هيمسح الثاني، فاحنا مثلا هنزود على اسم الثاني حاجه بسيطه وهنضغط على ابديت جوب، هنقول له اد، هيتعدل معانا بالشكل ده. وطبعا لو كنت اخترت اد نيو جوب هيضيف لي واحد جديد بنفس الاعدادات اللي انا كنت عاملها هنا. المهم احنا خلاص حددنا الاثنين دول اللي هيترندروا، لو عايزين نرندر واحد فيهم هنحدده بالشكل ده زي ما انا عملت دلوقتي، وهنضغط على ريندر وهو بس اللي هيترندر. ولو عايزين نرندر كله ورا بعضه هنضغط في اي حته فاضيه هنا بحيث التحديد يتشال وهنضغط على ريندر اول، وهرجع لكم بعد ما يخلص ريندر. خلينا بقى نفتح الديسكتوب ونشوف الفيديوهات اللي احنا عملناها بنفس تعديلات الالوان اللي عملناها قبل كده. وبالمناسبه الماركرز اللي احنا فعلناها موجوده هنا في التايم لاين، اعتقد في برامج بتعمل ده وبرامج تانية لا. وبالنسبه للفيديو التاني اللي عملنا له اكسبورت بالريزولوشن العمودي طلع معانا بالشكل ده، طبعا حاجه غير مقبوله بالمره يعني. فخلينا نقفل وهجرب اعمل اكسبورت اخير من غير ما نفعل الادجستمنت لاير وهنشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. فخلينا نعمل نطفي الاثنين دول كده ونعمل اد تو ريندر كيو. هو طبعا بيقول لي في فايل اصلا معمول بنفس الاسم، فهقول له رينيم، هسميه مثلا دافينشي كليب 3، بعد كده ريندر، ونرجع نشوف الفيديو الاخير. نبدا نشغل، هيطلع معانا بهذا الشكل. وقبل ما نقفل الفيديو بتاعنا ويعتبر نقفل السلسله دي تماما، عايز اقول لك ان السلسله دي انا يعتبر عاملها لاحمد من حوالي 6 سنين لما كان لسه داخل عالم المونتاج وما كانش فيه برامج زي دافينشي قبل كده، وكان قاعد يلف بقى في تفعيل البرنامج الفلاني واحسن برنامج للعمل اللي ما اعرفش ايه. واعتقادي ان ساعتها لو كان في سلسله زي دي او حد عامل شرح البرنامج زي دافينشي او حتى كان برنامج دافينشي موجود ساعتها، كان الموضوع ده فرق معايا بشكل كبير. وحتى لما قررت بعد كده استخدم برنامج دافينشي للاسف واجهتني فيه مشاكل كتير بصراحه قفلتني منه جامد. واعتقد لو كان في حد حل لي المشاكل دي من الاول وفهمني البرنامج نظامه ماشي ازاي كان الموضوع هيبقى احسن من كده بكتير. فاتمنى ان السلسله دي تكون ساعدتك بشكل او باخر، ويا ريت ما تنساش تدعي لي منين ما تفتكرني. وانا اسف جدا لو كنت قصرت معاكم في اي حاجه او في حته معينه ما قلتهاش بالشكل المناسب. وما توقفش لحد السلسله دي، كمل، لسه عندك حاجات في الكولر جريدنج ما تعرفهاش وحاجات جامده جدا تقدر تعملها بالفيوجن انت لسه ما عندكش فكره عنها حتى. ودافينشي برنامج واسع تقدر تعمل بيه حاجات كتيره جدا. وربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا، واشوفكم على خير الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامة.